خوش جلدان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. جايكم النهارده في فيديو ناري شراري. فيديو يا جماعه مختلف حلو قوي، هيعجبكم ان شاء الله. جايبالكم ملخص حياتي يا اخوانا، ملخص حياتي. دي كل الروايات اللي انا قراتها، تمام؟ هقول لكم رايي فيها بكل صراحه، واقيمها لكم كمان من 10 عشان انتوا حبايبي. هقول لكم اللي قراتها كتب واللي قراتها PDF، تمام؟ متنسوش قبل ما نبدا الفيديو لايك شير كومنت سبسكرايب، ويلا بينا على الفيديو. تمام، هبدا معاكم باكتر سلسله روايات رعب حبيتها في حياتي كلها، وهي روايات نادر فودة. الروايات دي انا بعشقها، بعشق الروايات دي يا جماعه. طيب، اول جزء هو ده. المؤلف اسمه احمد يونس، ورواية نادر فودة اسمها قبل البداية الوقات. هي مش كبيرة زي ما انتم شايفين، بصوا هي صغيرة قوي يعني بجد، بس يا جماعة فيها كمية استمتاع. الفصل الاول هيجرك الفصل التاني، هيجرك الفصل اللي بعده. هما حاليا 8 اجزاء تقريبا، يا نزل التاسع يا لسه هينزل التاسع. هشوف برضو واكتب لكم فوق، تمام؟ عايزه احرق عليكم عشان لو قراتوها او لسه هتقراوها لازم تقراوها، حتى لو PDF. فهي قصه روايه خطيره خطيره خطيره. تمام، كده خلصنا من اول جزء. معانا تاني جزء. سوري يا جماعه، نسيت تاني جزء. انا قراته PDF اصلا، مش معايا. لما جيت اجيب الروايات ما لقيتش الجزء التاني، فقلت خلاص يا جماعه اقراه PDF. هو جزء خطير بس انا مش فاكراه. انا قرات بعده 8 7 روايات، فصدقوني مش فاكراه. بصوا هسيب لكم صورته هنا اسهل بكتير، ماشي؟ طيب، تالت جزء معايا، متقلقوش معايا والله. تمام، تالت جزء معانا اللي هو النقش الملعون. الجزء التالت ده من اكتر الاجزاء المحببه لقلبي. نسيت صح اقيم اول روايه. اول روايه دي يا جماعه انا هديها 7 من 10. 7 من 10 حلو. طيب، تاني جزء انا فاكراه كده حاجات كده بسيطه، فهديه 5 من 10 حسب ذاكرتي اللي زي السمكه دي. تالت جزء بقى ده المحبب لقلبي يا اخوانا، بعشق الجزء ده، وده هديله 10 من 10. محدش يناقشني، خلاص هو 10 من 10. تمام، مش عايزه احرق عليكم زي ما قلت لكم، بس هي بقت اجمد ودخلت في سلاسل تانية، بالذات الولد اللي اسمه نادر. بصوا كمان ده تقدموا جدا، بقى يحط كمان صور، بس صور ابيض واسود. لو جدعه اعرفي ايه الصوره دي، صدقيني لو جدعه. تمام، ودي كانت تالت روايه، وزي ما قلت لكم هديها كام؟ 10 من 10. نيجي للجزء الرابع. في الجزء الرابع يا جماعه كانوا بداوا يبتكروا في الغلاف والورق من جوه. وبصوا الروايه بقت اكبر ازاي، بصوا الروايه بقت قد ايه. هقول لكم كام صفحه بالظبط عشان برضو اللي عايز يجيبها يبقى عارف كام صفحه. دي 279 صفحه. تمام، بس يا جماعه بقت فيها صور بقى وحاجات حاجات كده. مش عايزه احرقها عليكم والله العظيم، عشان انتوا حبايب قلبي، مش عايزه احرقها عليكم. بصوا دي مثلا صوره شخص موجود في الروايه. بصوا بقت 3D ازاي، او 2D، مش عارفه بصراحه ايه بالظبط، بس يعني كويس. تمام، ده الجزء الرابع. الجزء الرابع حلو جدا، احداثه بتدور على نفس الولد اللي هو كان من الجزء الاول اللي هو نادر فودة. روايه ممتعه جدا، وانا عن نفسي هديها 9 من 10. انا بحب الجزء الرابع، بس زي ما قلت لكم الجزء الثالث هو المفضل بالنسبه لي. تمام، طيب نيجي بعدين للجزء اللي هو الخامس. اول حاجه الغلاف بتاع الروايه كان حلو جدا. الغلاف ده انا مثلا هديله 10 من 10. الديزاين بتاعهم والالوان متناسقه جدا مع بعض وحلوه. طيب، الرسومات اللي جوه الروايه بداوا يجددوها اكتر ما كانت في الجزء الرابع. الجزء الرابع زي ما قلت لكم الرسومات كانت اقل، يعني 2D مثلا، ما وصلتش قوي برده ل 3D. هوريكم هنا صوره بنت انا اول ما شفتها كنت عايزه ارسم زيها يا جماعه، بس ما عرفتش. بصوا القمر، بصوا القمر، مش عارفه شايفينها صح؟ هي البنوته دي. تمام، البنوته دي ليها حكايه كبيره جدا من ساعه الجزء الثالث. لازم تشوفوا الحكايه دي عشان تفهموا البنت دي تبقى مين وتقرب ايه نادر فودة. تمام، مش عايزه احرقها طبعا عليكم، بس كروايه فدي انا برضو بحب قوي الجزء الخامس زي الجزء الثالث بالظبط، فهديها 10 من 10.
في الجزء السادس والسابع والثامن، ودول انا اوريدي قراتهم. تمام. السابع سوري قصدي السادس كانوا الانتاج بتاعهم او الوحي بتاعهم بتاع القصه كان حلو جدا، بس حاسس كان في شويه حاجات وقع منهم. حتى لو انتوا قراتوها تلاحظوا كده. اقرأوها وقولوا لي برضه رايكم في الكومنت، يمكن تعجبكم انتوا اكتر. بس انا عن نفسي هديها 8.5 مثلا من 10. الجزء السابع بقى كان حلو قوي. كانت احداثه بتدور في مكان كده معين، مش عايزه اقول لكم عليه يعني وكده، بس هي كانت كده حاجه كده خطيره خطيره خطيره. هحط لكم هنا صوره السادس والسابع والثامن. الثامن بقى يا جماعه بصراحه ما عجبنيش، ما اعرفش، بس قصته ما عجبتنيش خالص، او انا مش عارفه افهمه، مش عارفه ليه. بس انا لو هدي للثامن تقييم فانا هديله بصراحه 4 من 10. حلو قوي زي الفل. نيجي لتاني سلسله روايات انا بعشقها. طبعا مش هننسى الفنانه حنان لاشين بروايتها التحفه اللي ابهرت بيها العالم كله، روايات او سلسله مملكه البلاغه. مملكه البلاغه يا جماعه عباره عن 6 اجزاء، وهحط لكم برده صوره تانية. روايه كده على بعض تحفه تحفه، بس خياليه. فانصح اي واحده ملهاش في الخيالي ما تقرايهاش. بس يا جماعه خياليه بس ليها عبره. ده اول جزء منها اللي هو إيكادولي. بتتكلم عن ولد اسمه انس. الولد ده كان بيحب في كل اجازه يروح يقعد مع جده ويقضي معاه الاجازه دي. جده كان في منطقه تانية خالص، كان عنده مكتبه كبيره، مكتبه كبيره جدا. كان في كده كتاب معين دايما بيلفت نظر انس، بيحب انه دايما يروح يشوف كل الكتب دي. هو كان مهووس قراءه. فرح في مره في بيته مش عارفه ايه، فالاحداث كلها بتدور انه مسك الكتاب ده وبدا العالم التاني خالص اللي هيدخله من ضمن الكتاب ده، ورحلته مع مرام دي هتنقله في حته تانية خالص، وهتحصل مع احداث كتيره جدا. ومعاه تابعوا الروايه الاخر. هي بالظبط كام صفحه؟ استنى اقول لكم. 316 صفحه، وكل صفحه احلى من اللي قبلها. والله العظيم كل صفحه احلى من اللي قبلها. اول جزء هديله 10 من 10. هما 6 اجزاء، وحاليا هي نزلت السابع بتاع ابدول. الجزء التاني حلو قوي برضه، بس الجزء التاني بقى اللي هيدخل فيه هو اخته ولد اسمه يوسف، اخته حبيبه وولد اسمه يوسف. تمام. والجزء التالت الجزء التاني صح اديله 10 من 10. جزء فظيع يا جماعه، فظيع. الجزء التالت بقى تقريبا كان عن ابن من ولاد انس بالمناسبه اتجوز مرام، وحبيبه بالمناسبه اتجوزت يوسف. فتقريبا هو في الجزء ده شخصيه من ولادهم تقريبا على ما اتذكر، حاجه زي كده. بس اكتر جزء كان بجد مشوق واحداثه كتيره جدا اللي هو الجزء الخامس تقريبا او السادس. احداثه كانت بتدور العيله كلها دخلت الكتاب، كلها من اول ام وابو انس لغايه اخر حد في العيله هم جابوه او خلفوه. فصدقوني حاجه كده كانت يا جماعه خطيره. انا الروايه الكبيره انا خلصتها بالظبط في يومين من كتر ما انا حبيتها جدا وكانت مشوقه بصراحه. ومن غير والله يعني ما اقصدش اني ادي الروايه اكتر من حقها او اي حاجه، بس روايات حنان لاشين كلها تحفه تحفه تحفه. هديها كل الروايات 10 من 10 بدون منازع بصراحه. ما فيش روايات تقف قدامها خالص. وانا زي ما قلت لكم نوعي الخيالي ده بحبه جدا. لو بتحبوه صدقوني على ضمانتي هاتوها واقراوه. هوريكم دلوقتي كتاب فيه كميه اختراعات انا اول مره اعرفها في حياتي. بس اختراعات ايه يا جماعه؟ تحفه. الكتاب ده 500 حقيقه ممتعه عن الاختراعات. بيجيب لك الاختراعات دي اخترعوها ازاي، كانت امتى، وايه اللي حصل عشان يخترعوها، بس باشكال تحفه. بصي الجمال، بصي الحلاوه، بصي الفن اللي هما فيه. ايه يا جماعه الفن ده يا جماعه بجد؟ ايه الفن ده؟ انا عاجزه عن الكلام. الكتاب كديزاين والغلاف بتاعه كل حاجه فانا اديله 10 من 10. 10 من 10 بكل ثقه. الكتاب ذات نفسه لو انا اقدر اديله 1000 كنت اديته 1000. مش معقوله ان قد ايه كنت مستمتعه وانا بتفرج على الكتاب بس بصوره. كفايه صوره اللي فيه والكلام اللي فيه صغنون يعني مش كتير خالص. والله يا جماعه بجد ما يكملش صفحه.
وبس في الاخر عرفتي الاختراع ده حصل ازاي واستفدتي منه ازاي. هو ده لو اي واحده حابه تجيبه تروح تجيبه بصراحه على ضمانتي، والله بجد على ضمانتي. طيب نيجي روايات يمكن اغلبنا نسيها من زمان جدا او ما كناش بنقراها كتير قوي. فحابه اقول لكم الروايات دي. انا كنت زيكم في الاول قلت ايه ده، دي روايات قديمه، ايه الهبل ده، انا اقرا الروايات دي مش عارفه ايه. ويا جماعه هي روايات الرجل المستحيل. طيب هتقولي لي جنى تقراي روايات الرجل المستحيل؟ اقول لكم يا جماعه صدقوني بقرا، ما قراتش غير دول حاليا بس لسه جبتني منهم او هقرا PDF. يا جماعه انا بقراها. الروايات دي ممتعه جدا جدا جدا. هي قديمه جدا انا عارفه والله انها قديمه بجد بس ممتعه. جربي تقراي حاجات قديمه، ليه؟ ايه اللي هيحصل؟ متقلقيش يعني، مش هيحصل حاجه، لو ما عجبتكيش خلاص. بس دي ممتعه قوي. هي مش هقول لكم ان هي بوليسي اكتر ما هي اكشن بصراحه، ده اللي عجبني فيه، هي اكشن اكتر ما هي بوليسي، دي احلى حاجه فيها بصراحه. فعشان كده لو انتوا عايزين تجربوا روايات الرجل المستحيل فهاتوها على ضمانتي. لو بتحبي الاكشن والمغامرات والحاجات دي كلها، ما بتحبيش ما تجيبيش خالص روايه الرجل المستحيل. طيب في روايات قراتها PDF، روايات يا جماعه حلوه جدا 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 بس اغلبها كانت عن القران يعني وكده. طبعا اكيد عارفين كتاب رسائل من القران. الكتاب ده يا جماعه انا بحبه جدا، بتاع ادهم شرقاوي. الكتاب ده مبتكر، كتاب كده يا جماعه رهيب، جايب لك حاجات انت اول مره تسمعي عنها، اول مره تعرفيها، اول مره تعرفي ان ازاي تفسيرها. وطبعا في كتاب الرسائل من النبي بتاع برضو ادهم شرقاوي، حلو قوي يا جماعه. هسيب لكم برضو هنا صورته، حلو قوي قوي قوي. اقرأيه لو انت عايز تعرفي اكتر عن حياه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. ادخلي واقرأيه حتى لو PDF يا جماعه. انا على فكره نص روايات قراها PDF، والروايات دي كنت جايباها من روكسي، كنت خارجه مع واحده صاحبتي وكده فقلنا نجيب روايات مش عارفه ايه، فجبتها ساعتها من روكسي. حلو قوي على فكره، مش وحشه. بس لو انتوا عايزين توفيرا للفلوس ومش عارفه ايه وكده فاقرأوا PDF، صدقوني هو بس الفرق انه في الموبايل يعني. تمام. وقرأت روايه اسمها اجمل رجل في العالم. دي بتاعت مين؟ تتوقعوا مين من الانبياء؟ زي ما انتوا قلتوا بتاعت سيدنا يوسف. الروايه دي حلوه قوي قوي قوي، بتوريكي هو ازاي عاش حياته من ساعه ما كان صغير لغايه ما بقى عزيز مصر. انت متخيله انت هتمشي معاه خطوه بخطوه في حياته؟ لا مش زي القصه خالص الناس بتحكيها لك بره، لا لا لا, لا. انسي القصص اللي الناس كانت بتحكيها لك بره، اقراي الروايه دي خطوه خطوه في حياته، انت بتمشي معاه ايه اللي بيحصل، تحسي انك جوه الاحداث اللي كانت بتحصل معاه زمان دي، فتحسي اكتر بقرب الروايه دي ليكي، فاهماني؟ طيب معانا ايه تاني روايه؟ في روايه حلوه قوي اسمها فاتتني صلاه، مش فاكره قوي بتاعت مين بس تقريبا كان واحد اسمه اسلام جمال تقريبا، هاكد برضه اسيب لكم هنا الروايه صورتها. فاتتني صلاه دي حلوه قوي حلوه قوي. انا بعد ما قرات الروايه دي قلت بعدها انا مستحيل افوت صلاه تانية. على قد ما هي مفيده على قد ما هي ادتني الهامي اني اقوم اكمل صلاه. انت متخيله ان بني ادم يقرا روايه يوصل لانه مش هيفوت صلاه في حياته؟ روايه عظيمه عظيمه بجد، حلوه قوي. في روايه تانية اسمها صلاه في بطن الحوت. صلاه في بطن الحوت طبعا انتوا اكيد عارفين بتاعت مين، سيدنا يونس عليه السلام. هسيب لكم صورتها هنا. روايه يا جماعه خطيره خطيره خطيره، حلو قوي. هاتوها PDF وباذن الله هتعجبكم جدا جدا جدا، واقراوها. حياه سيدنا يونس خطوه بخطوه، كل حاجه هتعيشي اللحظه معاه باذن الله، وباذن الله بعد ما تخلصي هتحسي ان في عبره او فكره من الروايه دي. وطبعا روايه لانك الله، روايه يا جماعه حلوه قوي برضو، هسيب لكم هنا صورتها، مش فاكره بصراحه بتاعت مين بالظبط بس هتشوفوا الصوره يعني والشخص اللي عملها. روايه جميله جدا. هي في الاول هتحسي ان انت خملتي شويه انت بتقرايها، بس بعد كده بقى ما تتعودي هتبداي تقراي بقى تحسي ان هي بتروح لمواضيع مختلفه خالص. دي روايه PDF اللي انا قراتها. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، حبيت اوريكم او اعرض لكم خبرتي البسيطه جدا من قراءتي للروايات والحاجات دي كلها، ويا رب تكون عجبتكم. وعايزه اقول لكم على مفاجاه ليكم انتوا وبس، باذن الله باذن الله باذن الله على الريلز بتاع اليوتيوب هنزل فيديوهات شورتس احكي لكم فيها قصص قصيره، وان شاء الله باذن الله تعجبكم. اكتبوا لي كومنت عليها وتعليق حلو منكم، وقبل ما تقفل الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والكومنت والسبسكرايب.
حطوا لايك، والله صدقوني حطوا لايك يا جماعه ببلاش، مش والله ما تخسروا اي حاجه. حطوا لايك، في ايه؟ انزلوا حطوا لايك يلا. ماشي، بس كده ده كان فيديو النهارده. اشوفكم في فيديو جديد. جولي جولي.